في الفيديو ده هنبدأ رحلة جديدة في الكورس، وهي المحتوى بتاع الووردبريس. المحتوى بتاع الووردبريس انا مقسمه لاربع حاجات. حتى لو تلاحظ احنا يعني ايه كنا ماشيين بالترتيب في التابات، بس هتلاحظ اللي احنا ايه اجلنا دول، وهم كالاتي: البوستس والبيجز والميديا والكومنتس. دول انا شايفهم يعني ايه يصنفوا تحت حاجة معينة، وهي محتوى الووردبريس. ويعني ابسط حاجه ممكن هنبدا بيها وهي الميديا او الوسائط بتاعه الووردبريس. ولو هتقولي ليه انا بدات بيها، عشان لما نروح لحاجه زي البوستس او البيجز هتلاحظ ان الميديا وانا بشرحها لك يعني هتحس اللي هي ايه اتاخدت كده، اللي هو ما خدناش فيها وقتنا، او مثلا عديناها بسرعة وما فهمناش قوي. فلازم نفهم الميديا كويس قبل ما نخش على البوستس والبيجز. هنفتح الداشبورد اللي احنا دايما متعودين عليها. الداشبورد بتاعتنا الميديا غالبا يعني في اغلب الوقت بتبقى تحت البوستس وفوق البيجز هنا بالمنظر ده. طبعا لو دوسنا ميديا تفتح لنا اللايبراري والعكس صحيح. اوبشن انا شايفه ملوش لازمه، اللي هي اد نيو ميديا فايل، وهتفهم ليه الاوبشن ده ملوش لازمه دلوقتي. تعال ندوس على الميديا ونشوف المنظر بيبقى عامل ازاي. المنظر بيبقى كده، بيبقى قدامك فوق هنا ميديا لايبراري، اد نيو ميديا فايل، دي هتوديك على نفس الملف ده. بيبقى عندك في البار ده طريقة الديسبلاي بتاعت الميديا. طبعا الديسبلاي ديفولت بيبقى جريد كده شكله لطيف. في الديسبلاي ده نفس الديسبلاي تقريبا بتاع البلجنز واليوزرز، بس يعني دي ميديا. يعني انا ما انصحش خالص ان انت تستعمل الفيو ده وانت بتتعامل مع الميديا، عشان الميديا بتحتاج ان انت ايه عينك تبقى جايبة كل الملفات بالمنظر ده، وهنفهم ليه بعدين لما نضيف ميديا كتير. هنا بيبقى عندك فلتر للانواع الميديا، ممكن اللي انت ترفع صور، ترفع ملفات صوتيه، فيديوهات، ملفات زي مثلا وورد، اكسل، بي دي اف، سبريد شيتس دي اللي هي تقريبا بتاعت الاكسل، ملفات مضغوطه، ملفات ان اتاتش، ملفات ماين. بصراحه يعني دول تقريبا نادرا لما تلاقي حد بيرفع انواع الملفات دي اللي هم الان اتاتش دول ماين. وهنا الديتس. فاكر الاوبشن اللي كان موجود في السيتنجز اللي هو الميديا organize my uploads into months and year based folders؟ ليه بقى؟ عشان لما تيجي هنا في الميديا وتلاقي اللي انت عندك 3000 4000 صورة، تلاقي الفلتر ده موجود. يعني الفلتر ده بيقول لك ايه؟ اللي انت رفعت الصور الفلانية، او مثلا انت بتقول له فلتر لي كل الصور اللي انا رفعتها مثلا في شهر 4 في 2024. يعني ده بيساعدك اكتر اللي انت ما تتوهش وانت بتفلتر او بتدور على صور معينه. البالك سيلكت، طبعا البالك سيلكت ده نفهمه اول ما نبدا نضيف صور على طول في نفس الفيديو ده. وهنا السيرش، لو انت يعني لو انت فاكر اسم الصوره اللي انت رفعتها، السيرش ده بيبقى مفيد جدا في الحالات دي. فرضا احنا رفعنا صورة، ايه اللي بيحصل لو دوست عليها؟ لو دوست عليها هيظهر لك المعلومات دي: اترفعت امتى، مين اللي رفع الصورة، الاسم، التايب، السايز، الدايمنشن او الابعاد بتاعت الصوره. الالترناتيف تكست دي مهمه جدا للاس اي او. اي حد يعني فاهم شويه في الاس اي او دايما كنا بنشوف ان الايمج بيبقى ليها آه حاجه اسمها الالت تكست، دي بتبقى مهمه جدا للاس اي او. التايتل بتاع الصوره، الكابشن، ديسكريبشن، الفايل يو ار ال، لو انت عايز تعرف الصوره دي اليو ار ال بتاعها فين بالظبط في الموقع ممكن نحتاجه، وهنحتاجه بالمناسبه. الكابشن والديسكريبشن دول هنحتاجهم بس مش دلوقتي، لما نروح للسيكشن بتاع الاليمنتور هنفهم ايه لازمتهم بالظبط. في الفيو ميديا فايل لو انت عايز فول بريفيو للصوره. وفي edit more details. edit more details دي ملهاش لازمه، عارف ليه؟ عشان هو هيجيب لك الكلام ده هيجيبه لك في صفحه يعني لوحدها، يعني حاجه ملهاش اي لازمه الا لما نضيف بلجنز بتضيف فيلدز او كاستم فيلدز كمان للصور، وده هنفهمه بعدين. داونلود فايل لو انت عايز تعمل داونلود للفايل ده، وديليت لو انت عايز تمسح الصوره. في حاجة ناس كتير يا بتتجاهلها يا اصلا ما تعرفهاش، وهي الايديت ايمج، اللي انت ممكن تعمل تعديلات على الصور. يعني ممكن تقول اللي هو ايه، يعني اديتور على قده كده على الوورد بريس، لو مثلا انت عايز تعمل كروب. وعلى فكرة الايديتور ده مفيد جدا، عشان انت في حالات انت هتكسل اللي انت تعمل داونلود للصورة وتفتح الفوتوشوب وتعدل على الصورة، كل ده عشان انت تعمل لها كروب. طب انت ممكن تعمل كروب من هنا على طول. لو انا مثلا عايز حجم الصورة يبقى ده بس،
يعني مش عايز الفراغ الابيض ده كله، انا عايز الشكل ده يبقى بس. وممكن اللي انا مثلا اعمل روتيت 90 درجة للليفت او الرايت، او روتيت 180 درجة، فليب فيرتيكال، فليب هوريزونتال. يعني الكلام ده كله انت ممكن تحتاجه على حسب اللي انت عايز تعمله. ممكن نعمل كده، ونعمل مثلا كروب، ومثلا نعمل روتيت للصورة يعني كده، ونعمل كروب تاني. طبعا الكروب انا ما عملتلوش سيف. حلو. ولما بنخلص تعديلات يا بنقول له هنا ابلاي كروب، او بندوس انتر عشان يعمل التعديل بتاعه. انا ما دوستش انتر، يعني انا دوست سبيس، ما علينا. تمام. ممكن نيجي هنا ونقول له ابلاي كروب، هيعمل الصورة كده. ولما بتخلص الايديتس بتاعتك بتقول له هنا سيف ايديتس. تمام. هيلاقي اللي الصورة معاك بقت بالشكل ده. يعني حاجات بسيطة، مفيش شغل كتير في الميديا عامة. تعالى بقى نعرف ازاي اللي احنا نضيف صور جديدة. نقول له هنا اد ميديا، يا بنضيفها من هنا يا بنروح هنا آه نعمل اد نيو ميديا فايل. هتسألني اكيد سؤال، هتقول لي ايه الفرق ما بين هنا وايه الفرق ما بين هنا. تعالى احنا نشوف. الله الله على الفرق. فين الفرق؟ يعني انا شايف اللي دي هي دي. تعالى اقول لك ايه الفرق. بص هنا اد ميديا فايل، هتلاقي اللي ده الدروب فايلز تو ابلود. ده الابلودر بتاع الوورد بريس مش بتاع البراوزر. حلو. بس بص هنا ده برضو الابلودر بتاع الوورد بريس. بس بص هنا بيقول لك ايه، you are using the multi file uploader. في بروبلمز جرب بتاع البراوزر العادي. طب ايه الفرق؟ الفرق ان احيانا في بعض البراوزر او بعض المواقع هتلاقي ان الاديتور ده او الابلودر ده مش شغال، او بيعمل ايرورز غريبه، او هتلاقي اللي انت مثلا بتحط الصور دراج اند دروب وتلاقيها ما بتترفعش، وهتلاقي في مشاكل غريبه. فيعني هو موفر لك اوبشن تاني اللي انت تستعمل البراوزر ابلودر ده، يعني المشاكل بتاعته بتبقى اقل. طبعا في حاجه مهمه لازم تبقى واخد بالك منها، وهو ان بيقول لك الماكسيمم ابلود فايل سايز بيبقى 300 ميجا. دي بتختلف من موقع لموقع، او تحديدا من سيرفر لسيرفر، عشان السيرفر هو اللي بيبقى متحكم. دي تبقى 300 ميجا، 1 جيجا، 2 جيجا، يعني دي بتبقى حاجات تبع السيرفر قوي. بس يعني عايزك تعرف ان ده مش رقم ديفولت، ده بيبقى رقم based on the server. يعني السيرفر هو اللي بيحدد ايه هو الماكسيمم ابلود فايل سايز. وطبعا الكلام ده هنبقى نرجع له لما نخش في السكشن بتاع الاستضافات والسيتنجز بتاعت السيرفرات بتاعتها. تمام. هنا يعني ده ابلودر عادي بقى. احنا ممكن نعمل ايه، اللي احنا يعني نجيب هنا الملفات دي ونرفع مثلا الصور دي. طبعا مش عايزك تتخض ازاي جبت الفولدر ده من هنا. طبعا انا شغال على شاشتين او 3 شاشات، فيعني انا ايه مجهز الفولدر ده عشان نرفع بيه الصور. ممكن اللي انت تقول له هنا select files وتختاره بكده، او ممكن drag and drop وهيرفع معاك الصور بالشكل ده. تعالوا نروح لللايبراري، هنلاقيهم اتضافوا بالشكل ده. ليه بقى انا بقول لك استخدم الشكل ده احسن؟ عشان كده بص يعني تحس ان انت بتتعامل مع بلجنز مش صور. يعني الصور فقدت قيمتها لما خليت الليستنج بتاعها بالطريقه دي. فدايما اتعامل بالاسلوب ده، او يعني بالشكل ده احسن بكتير. هنا بيبقى عندنا الصور عادي. ايه بقى لازمه البالك سيلكت؟ اللي انت ممكن تختارهم كده. مثلا انا عايز امسح ال3 صور دول، تقول له هنا ديليت. او ممكن اللي انت تقول له هنا بالك سيلكت وتعمل كده، وتدوس شيفت، تفضل دايس شيفت وتدوس على الصورة دي عشان يروح محددهم لك كلهم. لو انت يعني عايز تمسح جزئية كبيرة معينة للصور دي. يعني دي كده البالك سيلكشن. وكده بس. يعني ده كل الحاجات اللي موجودة في الميديا. انت مش محتاج تعرف حاجة في الميديا اكتر من كده. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه في فيديو النهاردة عن الميديا وكيفية التعامل معها.